زدت وزني وانا متعمد عشان اوريكم ان خسارة الدهون جدا سهلة اذا طبقتوا هالاشياء. اغلب الناس لما يسمعوني انا قاعد انشف ب 21 يوم راح يكون في بالهم اني انا قاعد اسوي شيء جدا قاسي وصعب ان احنا نستمر فيه، لكن الشيء اللي يكون جدا قاسي ان احنا ندخل في هالمراحل هذه بدون تفكير وبدون تخطيط. انا ما دخلت هالتجربه هذه بعشوائيه، كل سعره، كل تمرين، كل يوم راحه كان محسوب، وهذا الفرق بين التنشيف الناجح والتمرين الفاشل. فتعالوا معي وخلينا نشوف بالضبط شنو صار بالفتره اللي طافت. قبل ما نبدا لازم نحدد الثلاث قواعد اللي التزمت فيها لل 21 يوم. القاعده الاولى اني اكون في عجز سعرات. عجز السعرات كان منخفض لكن مو وايد، وكان ثابت طول فترة ال 21 يوم. حسبت بالضبط السعرات اللي كنت احتاجها باستخدام آلتي المجانية، واذا تبون تستخدمونها انتو هذا الرابط لها. طلعت السعرات اللي راح تحافظ على عضلاتي وانا اخسر الدهون. كل يوم مشيت على نفس الرقم بدون اي استثناء. القاعدة الثانية هو ان التمرين يظل كما هو، واصلا شلت يومين من التمرين عشان اساعد بالتعافي. كنت اتمرن 4 مرات حديد بالاسبوع ومرتين جوجيتسو. والقاعدة الثالثة هي الكارديو. صراحة انا ما احب المشي المائل لان رياضاتي تتطلب المشي المائل، لكن لما سعراتي كانت جدا منخفضه ما كنت اقدر اتمرن بنفس الطريقه اللي كنت اتمرن فيها قبل، فاضطريت اني انا ادخل كارديو منخفض الشده مثل المشي المائل عشان تساعد في النزول السريع بدون ما ادخل واخرب التعافي. وطبعا مره بالاسبوع كنت قاعد اخذ ريفيد. شنو الريفيد؟ هو ارد سعراتي لسعرات الثبات عشان يكون عندي طاقه اكثر بالنادي وامنع شهيه الاكل الزايده اللي ممكن تصير لما احنا نكون في عجز سعرات لفتره طويله. اليوم الاول الوزن 86.9 كيلو، نسبه دهون تقريبا 17%. الهدف اني اوصل 81 كيلو 12% دهون ب 21 يوم. طبعا هذا كله راح احاول اني اسويه وانا طبيعي بدون ما اجوع نفسي واكل اشياء ما احبها، بدون ما ازيد بالكارديو بشكل يخرع، وانا اكل حلو كل يوم. طبعا اهم شيء بدون اي منشطات. بعد فتره طويله وانا اكل الاشياء اللي مو وايد صحيه بدات تاثر على جسمي، وانا مو من النوع اللي اتمرن عشان شكل الجسم فقط، اتمرن عشان الاداء. وبديت استوعب ان حتى ادائي بالنادي بدا يطيح ويصير وايد اسوء. ولما احنا ناكل اكثر نتوقع بعض المرات ان كل الاكل راح نستخدمه كطاقه وانك راح يؤدي الى اداء افضل بالنادي، لكن للاسف العكس كان صح، لان مو كل الاكل مصنوع بنفس الطريقه. نعم السعرات هي السعرات، لكن في سعرات نستخدمها للطاقه وفي سعرات تثقل علينا وما تحسسنا بالاحساس اللي احنا نبيه اثناء التمرين. وللاسف بالطريقه اللي انا كنت قاعد اكل فيها، الطريقه المفتوحه واكل مطاعم مفتوح بدون ما اطالع من وين السعرات قاعد تيجي، بدات تاثر علي بطريقه سلبيه. والشيء اللي صدمني اني مو بس كنت قاعد اتاثر بادائي بالتمرين، لكن حتى عقليتي ونفسيتي بدات تتاثر. احنا ما نتوقع ان الاكل راح ياثر علينا من ناحيه النفسيه، لكن يلعب دور كبير، لان الشيء اللي نغذي نفسنا فيه بشكل يومي راح يلعب بعقليتنا. فجدا متحمس اني ابدي بال21 يوم الجايين، مو بس عشان يتغير شكلي، لكن عشان تتغير نفسيتي وتغير طاقتي بالنادي ويتعدل حتى مزاجي. خلونا يوم عادي كان يبدي بالريوق اللي يكون بحضره، اللي يكون شوفان ويا بيتزا، بعدها تمرين الحديد او الرفع الاولمبي، وبعدها وجبه بعد التمرين غالبا كانت برجر وبطاطا. من اللي انا استوعبته اغلب الاوقات الشيء اللي كان يضيعني بفترات التنشيف كان الحلو، فكل مره انشف كل ما احس اني انا مشتهي شيء حلو كنت اكل زبادي يوناني مع فواكه فيها 30 جرام بروتين حالي ويدخل في السعرات بدون ما يخرب نظامي. هذه كانت حركه كنت استخدمها تساعدني اني ابقى بالطريق الصح واسيطر على رغبه الاكل بدون ما امنعها. تونا مخلصين من الاسبوع الاول وصراحه ما قاعد احس بفرق وايد بجسمي، مع ان الميزان شويه متحرك، وانا ادري ان هذا الوزن اللي الحين نازل اغلبه جلايكوجين وماي، لكن الشيء اللي شوي مليق بهالفتره هذه لما تشوف الوزن بالميزان نازل لكن شكليا احس انه صاير اضعف، مو بطريقه حلوه، يعني كاني صاير سكيني فات، لكن ادري لان الجلايكوجين طلع من العضله ونسبه الدهون للحين ما تغيرت او ما تغيرت وايد، ماكو بوش من العضل على الجلد فما يصير في شكل متفوخ وشكل قوي. فالحين الفكره بس اني ما افكر بزياده، اكمل على الشغل، ان شاء الله الاسبوع الثاني والثالث راح نبدا نشوف النتائج. الاسبوع الثاني دشيت بالطوفه شوي، كان الميزان واقف ما قاعد يتحرك وايد، و4 ايام ورا بعض نفس الرقم على الميزان. والمشكله كانت طاقتي بالنادي وايد طايحه، بس ما كنت قاعد اشوف تغيرات بالجسم، فحسيت ان كل اللي انا كنت قاعد اسويه حق ولا شيء. وهذه الفتره اللي اغلب الاوقات الناس تضيع فيها، يدور في بالهم ان التنشيف مو قاعد يشتغل ولا قاعد يضعفون، فيقللون السعرات اكثر ويزيدون الكارديو او يردون وياكلون اكثر لانهم يسوون. وكل هذه اخطاء. انا شنو سويت؟ ولا شيء. تمسكت بالخطة الصحيحة، ما قللت ولا سعرة ولا زدت دقيقة كارديو. ليش؟ لأن الوزن مو خط مستقيم،
الجسم يحتفظ بالماء، يتكيف وياخذ من الطاقة قبل ما ينزل الدهون. فالثبات على الميزان مو يعني ان احنا ما قاعد نضعف او نخسر دهون، بس ان التغيير قاعد يصير داخل الجسم وللحين ما قاعد نشوف النتيجة. وفعلا باخر يوم من الاسبوعين قمت وشفت نفسي على الميزان وكنت طايح كيلو بيوم واحد، وهذا اللي يسمونه الووش افكت، اللي جسمنا يطيح كل الماي اللي كان يحفظ فيه ونشوف النتيجة كأنها صارت بيوم وليلة. بس بالواقع كانت قاعد تصير بالأيام اللي طافت بس ما كنا قاعد نشوفها. الدرس الوحيد من هالاسبوع الصبر على النتيجة، لأن الصبر هو اللي راح يعطينا النتائج. اوكي، الحين بندخل بالاسبوع الثالث والاخير، وصراحة قاعد احس ان طاقتي بدأت ترجع لي شوية، احس الجسم بادي يتأقلم، احس اموري كلها طيبة. الحين بروح السينما ويا اهلي، بستمتع وياهم، باكل وياهم، اي شيء ابي صراحة ما راح افكر وايد، لكن الحمد لله النتائج بادية تبين. وغير عن الاسبوع اللي طاف احس ان جسمي طاقته بدأت ترجع. ان شاء الله نخلص الاسبوع هذا على خير ونشوف النتيجة الأخيرة قريب. اليوم الأخير وقفت على الميزان، النتيجة 81 كيلو، وصلت للهدف بالضبط. 6 كيلو ب 21 يوم طبيعي، بدون ما يوع نفسي، بدون منشطات، بدون كارديو زايد، واكل حلو، برجر وبطاط كل يوم. ليش قدرت اسوي هالشيء بسهوله؟ لاني ما دخلت هالتجربه بعشوائيه، ادري من البدايه كميه السعرات اللي كنت احتاج اخسرها، كميه البروتين اللي كنت احتاج اكله، كم كيلو، كم يوم، وشلون اتصرف لما الميزان يوقف. الخبره تصنع فرق. شوف، انا شفت وايد ناس يفشلون نزول الدهون السريع لانه ما عندهم نظام، يقللون اكلهم بدون حساب حقيقي ويزيدون كثافه التمرين عندهم، وبعد فتره نشوفهم يرنونها وجبات مفتوحه. وعشان كذي انا صممت ونافم طريقه تدريب بدون حرمان، مع قواعد صجيه تساعد الاغلب انهم يوصلون لاهدافهم الجسمانيه بدون حرمان وبدون ايام تمرين طويله. وادرب جميع اللاعبين بخصوص ابلكيشني الخاص اللي يقدرون يشوفون فيه جميع تطوراتهم ويسجلون فيه كل النوتات اللي ممكن يحتاجونها. ونافم هو الشيء اللي انا اشتغل فيه بشكل يومي، انه ماكو شيء يونسني كثر لما انا اشوف اللاعبين يشوفون نتائج وتغير اجسامهم بعد سنين من التغذيه الخاطئه او التمارين الخاطئه. فاذا تبون نفس هالنتائج، رابط التسجيل موجود بالبايو، تقدرون تحجزون مكالمتكم الشخصيه اللي راح نحط فيها اهدافكم والعقبات اللي مريتوا فيها عشان نطلع الخطه الشخصيه اللي راح تاخذكم في الفتره القادمه. وقبل ما اهدكم بيكم تعرفون اني انا متنت نفسي وانا متعمد عشان شغله واحده، عشان اوريكم ان خساره الدهون مو صعبه ولا تحتاج حرمان ولا كثافه تمرين جدا عاليه. اذا عندكم نظام واضح يمشي ويتطابق مع جسمكم راح تشوفون النتائج. فاذا استفدتوا من هذا الفيديو لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس عشان تكونون اول من يشوف فيديوهاتي. اذا تبون نتائج حقيقيه الرابط موجود بالبايو، ونشوفكم بالفيديو الجاي.